اهلا بيكم في طاروت الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لبرج الدلو، طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج، وخدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الدلو، انا شايف ان زي ما يكون عندكم في خير كبير جدا داخل حياتكم، يمكن معجزة او بداية جديدة او فرصة جديدة، أو يمكن نهاية لخلاف أو نهاية لبعد أو نهاية لمشاكل أو حتى نهاية لانفصال. يمكن هتلاقوا الشخص اللي هيشارككم حياتكم أو هيكون نصكم التاني. بس أنا شايف إن في يمكن دعوة ليكم، أو يمكن في حاجة في دعوتكم يمكن بتطلبوها من ربنا، وزي ما يكون إن آن الأوان إن هي تتحقق في حياتكم. أنا شايف إن في زي ما يكون في باب أمل أو في باب خير بيتفتح لكم، زي ما يكون هيدخل حاجات كتير حلوة في حياتكم، أو زي ما يكون هينهي فترة صعبة عشتوها، أو يمكن ألم انتوا مريتوا بيه، وزي ما يكون هيبقى فيه انفراجة حلوة جدا في حياتكم. وهيكون مش بس فيه بداية جديدة، هيكون كمان بداية للخير وبداية للرزق، وبداية يمكن لأبواب تانية كتير إن هي تتفتح ليكم. ويمكن كمان في شخص انتوا هتصادفوه، زي ما يكون الأمر ده هيكون إيجابي في عدة جوانب في حياتكم. ويمكن الشخص ده حتى هيساعدكم ماديا، أو هيديكوا يمكن أفكار تبتدوا بيها إن انتوا تكملوا حياتكم أو مستقبلكم، أو تضعوا لنفسكم أهداف. أنا شايف إن البعض منكم اللي مبقاش متمسك بأهدافه، أو بقى عنده حالة من اليأس أو الإحباط إن هو يسعى ورا حلم، في حد هيكون موجود في حياتكم هيحل حياتكم وهيعيد ليها البهجة والازدهار اللي كان دايما انتوا بتحلموا بيه وبتتمنوه. أنا شايف إن هيكون في بداية جديدة ليكم، في زي ما يكون حياة جديدة وفرصة جديدة وصفحة جديدة. هيكون في تغيير كامل ليكم، ويمكن هتقدروا بيه إن انتوا تتخلصوا من أمور كتير سلبية في حياتكم، سواء كانت أفكار، سواء كانت عادات، سواء كانت حاجات اتملكت منكم سلبية. أو يمكن المعجزة اللي ربنا هيوجدها في حياتكم هتساعدكم إن يبقى في تغييرات كتير إيجابية في حياتكم. الحاجة دي كمان هتزود ثقتكم في نفسكم، أو هتساعدكم إن انتوا تعرفوا قيمة نفسكم أو مقدار نفسكم، وهتديكم بهجة، وهتعيد ليكم روحكم من تاني، وهترجع السعادة ليكم من تاني. أنا شايف إن في حاجة ربنا هيخليها إن هي تحصل في حياتكم، هتعيد إحياء الأمور اللي انتوا فقدتوها بسبب المشاكل أو التعب أو الظروف اللي انتوا مريتوا بيها. بس أنا شايف إن في عندكم نهاية الفصل وبداية الفصل جديد هيكون موجود في حياتكم. في عندكم زي ما يكون في حاجات كتير وحشة وربنا هيزيحها من طريقكم، أو هيساعدكم إن انتوا تتخطوها عشان تستقبلوا الحاجات الحلوة اللي ربنا عايز يعوضكم بيها. بس انتوا محتاجين ان انتوا تثقوا ان الألم اللي انتوا بتمروا بيه ده، او اللي معظمكم بتمروا بيه، ليه نهاية. الوضع ده مش هيستمر في حياتكم، لان انا شايف ان في تغييرات كتير ايجابية في حياتكم العاطفية. ويمكن في للبعض منكم ارتباط او زواج وتكوين اسرة. ويمكن في شخص هيحس فجأة لما يقابلكم ان هو عايز يقضي حياته معاكم، او لو انتوا ضعتوا من ايديه فانتوا مش هتتعوضوا. او يمكن انتوا اللي ياما الشخص ده حلم بيكم ورسمكم في خياله. انا شايف ان اللي فيه منكم سواء انتم مرتبطين او متزوجين وحصل طلاق او انفصال، انا شايف ان هيكون في رجوع. واللي فيه منكم ممكن تكونوا متجوزين وزي ما يكون في تأخر في الانجاب، او بتتمنوا ان انتوا تخلفوا، واذا كان في صعوبة في الامر او بتتعالجوا من الامر ده، انا شايف ان ربنا في الوقت المناسب هيرزقكم، فخليكم متفائلين وما تفقدوش الامل. والبعض منكم يمكن زي ما قلت لكم في شخص هيتقدم ليكم، او زي ما يكون عايز يرتبط بيكم، او في شخص يمكن انتوا هتصادفوه في مناسبة. بس انا شايف ان في فرح منتظركم، يمكن ده فرحكم انتوا. في شخص زي ما قلت لكم واخد قرار وعايز ان هو ينفذه، سواء قرار بالرجوع، او سواء تصليح خلافات، او نهاية يمكن لبعد او عدم تواصل. وانا شايف ان للبعض الاخر ان في شخص في علاقة كراش، وقرر ان هو خلاص ان هو اتأكد من حبه ليكم، وقرر ان هو يعترف او يصارحكم. ويمكن للبعض منكم الشخص ده زي ما يكون محتاج ان هو ياخد خطوة سريعة في ان هو يطور علاقة الحب ما بينكم، ويحولها لأسرة وزواج واستقرار.
ويمكن حاسس ان انتوا الحياة. بس انا شايف ان في حاجات كتير خير ربنا كاتبها لكم، وحاجات كتير يمكن فيها تعويض ليكم، وفيها بهجة، وفيها خير، وفيها فرح، وفيها سلام، وفيها ابواب خير بتتفتح ليكم. لكن الاستقرار العاطفي اللي انتوا بتحلموا بيه انا شايف ان انتوا هتحققوه وهتوصلوا له يمكن قريب جدا. انا شايف ان انتوا محتاجين ان انتوا تنسوا الالم او التعب اللي في قلوبكم، اللي انتوا بقالكم فترة بتمروا بيه، لان في شخص كتير هنا مهتم بيكم، وشخص كتير عارف ان انتوا اتحملتوا كتير او مريتوا بظروف كتير صعبة. في شخص كتير حاسس ان انتوا شخصيتكم كتير فريدة من نوعها، وان شخصيتكم ان مهما قابل او مهما عاش الشخص ده عمره ان هو مش هيقدر ان هو يلاقيها تاني. الشخص ده زي ما يكون مبسوط جدا بمعرفته ليكم وان هو قابلكم. الشخص ده مجنون بحبكم. الشخص ده سواء باين لكم ولا لأ، بس الشخص ده بيراقبكم بطريقة أقوى بكتير من اللي انتوا بتتخيلوها. الشخص ده يمكن بيحاول ان هو يعرف اهتماماتكم ويلفت انتباهكم، ويعرف انتوا منشغلين في ايه وبتعملوا ايه. الشخص ده يمكن بيحاول ان هو يعمل تخاطر ليكم، او بيحاول ان هو يقعد مع نفسه ويشوف اذا كان يعترف، او ان هو يقدم على الارتباط، او يكون في صلح. وهل هيكون ده صح ولا لأ؟ لان الشخص ده مش من السهل عليه ان هو يقدم على خطوة، او ان هو ياخد قرار يخص حياته، او يخص قرار معين يلازمه العمر كله من دون تفكير. بس اللي الشخص ده متأكد منه ان في حاجات كتير بيحسها ايجابية فيكم، بيحس يمكن ان انتوا غيرتوه للافضل. الشخص ده حس معاكم بمشاعر ما حسهاش مع حد غيركم قبل كده. الشخص ده زي ما يكون حس ان هو ما صدق ان هو لقاكم يمكن بعد طول انتظار، او بعد ما كان بيدور عليكم في كل مكان. انا شايف ان الشخص ده بيحبكم قوي، وشايف كمان ان انتوا هيكون عندكم توازن حلو جدا خلال الفترة اللي جاية، وهيكون عندكم استقرار وبداية جديدة. وللبعض منكم هيكون عندكم زواج وارتباط بإذن الله، فتفائلوا خير وخلي عندكم أمل إن بكرة أفضل. ولو عجبتكم القراءة ما تنسوش إن انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.